من خصمك ابعد عني انا مش طايقاك. مش عارف انا عمالين يغنوا كغني على وبتاخد ترند على الفاضي وعلى المليان. ايوه والله. خصماك ابعد عني انا مش طايقاك. كل واحده بينها وبين راجلها مشكله تطلع تقولها على النت، تطلع وتلم لها قرشين، واليوتيوب عامل زي الفراشات. وزي الولاية اللي كانت بتقول درميد واخد ورث امي وخالي مش عارفه اي حاجه تنسينا الهم يا جدع انت. ايه اللي جاب دبور من هناك كده؟ انا مش عارف معدك والله. ندوه كده حاج دبور نادين الطريق. تعالى يا حاج دبور. حاج دبور ايوه تعالى والله العظيم ربنا يشهد ان انا بنحبك ونقول فيك احسن كلام. عاملين ايه يا والله حاج؟ لله والله الحمد لله يا اخي. عامل ايه؟ والله بخير. تمام عامل ايه يا حاج الحمد دبور؟ لله رب العالمين. الحمد لله. ايه مالك ماشي كده؟ انت مش مظبوط، خلي بالك بقالك والله اسبوع حاسس ان هو يعني وانا حاسس بيك. فيك الخير والله يا حاج، فيك حاسس الخير. بيك. عارف ان انت كلك خير وبركه. يا والله. انتوا قاعدين في الحته دي ازاي؟ ما هو الاسلام قال لنا كده ان احنا نهتم ببعض، ايوه وانا حاسس بيك يا ابني. والله يا مالك؟ حاج سطور. وانا اصلا يلا بس هنحكي لك انا. اه ماشي. مالك؟ ايه يا ابني لو عندك هم قسمه علي، انا نمسكه نخرطه. انت بتشيل ماشي. قول وخلاص. هنقول ماشي. مالك يا مالك؟ والله حاج يا حاج سطور، البيت عندي اه والدروس والدنيا والكليه، والبنت عايزه تتعلم. اه والدروس غاليه قوي. اه والمدرسين ما شاء الله لو يطول الواحد ياكلوه هياكلوه. اه ايوه صح. يا ابني ما انت خايب يا ابني. والله يا ابني انت خايب. انت بتعلم البنات ليه يا ابني؟ البنات لها علام. علم الولد يا ده علم الولد، الولد ياخد كليه ينفعها. البت زي الولد، زي البت زي الولد. الولد مش كمال عدد. يا عم دي صفاء ابو السعوديه اللي بتغني بتقول كده، ده اغاني. وانا ماشي ورا الاغاني، يا انا عم. بنحب الاغاني. يا ابني افهم، البت اخرها جواز. ما هو فاتله اهو اتعلم، واخد كليه صحينه صيني، النهارده شغال بيبيع ايه؟ شغال في الترشي. ما شاء الله ما شاء الله. طلع ايه يعني؟ هو شغال. والناس طلعت عليه فتله، ما عادش حد حتى بيقول له انت مهندس. يا باش مهندس روح، يا باش مهندس تعالى. بالك منها يا حاج سطور. اه فرصة البنات في الشغل احسن من الرجاله، الرجاله كلهم شكلهم يقطع الخميره من البيت ما بيشغلوهم. يا ابن اسمع النبي صلي على النبي. عليه الصلاه انت والسلام. ما شفتش الانترفيوهيات اللي بتيجي دول؟ اه لما بيقول لك انا عايزين الراجل عنده وعنده 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 وعايز وعنده بنت وعنده حسناء المظهر وحسناء المظهر بس، مش عايز حاجه تانية. انما عايز راجل محارب في 73 وكان مش عارف يا ابني. في حرب الخليج ومش عارف كان فين. يا ابني حسناء المظهر، ما حسناء المظهر بتطلع في التلفزيون تقول لك ما تحطش الخيارايه جنب الطماطمايه. ليه؟ اصل الخيارايه مذكر والطماطمايه مؤنث. يا هيبوسوا بعض، هيبوسوا بعض. فانت يا ابني يا عم افهم، الكلام ده افهم اللي انا بقول لك مش عليه. بتاعنا يا حاج. يا دف يا رب. يا دف قول. اللي انا بنقوله لك ده هوت. البت اخرها هتتجوز وتخلف وتجيب عيال. ما عنديش مشكله، ما طبيعي. خليك علمت. اصل انت قبضك على قدك يا ابني، وانت شغال ايه؟ انت بتاخد 2000 جنيه عمر، هتاكل بيهم العيال ولا تجري بيهم على الدروس يا عم ماشي. مدرس يا ابني النهارده بقى عنده عماير، بقى عنده ده انا زعلان ان انا ما بقتش مدرس سطور، ازاي ما ابقاش مدرس؟ كان نفسي والله انا ابقى مدرس انا كمان. خلاص والله كان نفسي. طيب النهارده المدرس بقى عنده عماير وقصص وبص طب وعربيات. يركب مرشيدس. خلاص ده احنا راكبين توك توك يا راجل. ده بالحجز يا ابني. مش ده لاقيين. انت قبل البتاع ما تطلع بتحجز قبلها بسنه وتروح تتحايك وتبوس ايده. حاصل. خلاص انت فاهم الكلام. طب وفي الاخر البت دي بتروح فين؟ بتتجوز. طب لو اشتغلت يا ابني وجابت فلوس، يا دوبك البت تكبر كده وتوزوز وتلعب، تفاجئ تلاقي ايه؟ الباب عمال يخبط بوم 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 بوم. ايه يا عم الحاج كل دقيقه واحد جاي لك. خلاص ايه يا عم عايز نتجوز، ويجي يدفع لك مهر خيبان والذهب النهارده بالشيء الفلاني، خدتها وجهزتها وسطرتها. بس استنى بس يا حاج. اسمع الكلام للاخر. جوزتها له، راحت تشتغل، هتيجي تحط في جيبك يا خايب. ما انتش حاطط حاجه في جيبك ولا يا عم فتحي؟ ما تحضرنيش ده كلام برضه على برضه. راسي من فوق ويحترم. آه. بس في حته انت مش واخد بالك مني. ايه انت غالبا يعني ايوه انت طلعت المفهوميه وفهمان الفهامين كلهم. أيوة. بس الحته دي فلتت منك معلش. ازاي؟ صلي على صلى السلام. البنت دلوقتي لما تروح تتنقل على عينها وتتجوز
وتحصل مشاكل وتتطلق، اه هتصرف على نفسها. هو كلامك حلو، بس احنا مجتمع شرقي. مجتمع يا ايه؟ عم لا شرقي ولا وطلعت غربي. البت بره، طلعت ومشيت، رجعت لا وجات حول الله. وغيبت بالليل وقصه، واحنا بقى مش مستعدين كل شويه نطلع ورا منك بالنبابيت. انا بنشرح لك الكلام يا عم وانا لا، طرعت لا. المفهوميه يا عم البلد. انت طرعت مفهوميه بس فلتت منك برضه. ما احنا ممكن نوديها تتعلم شغلانه محترمه، تيجي تطلع الصبح وتيجي الظهر والله. ايوه في المعقول، مش لازم نتفشخر وتجي بالليل وتجي بالليل. شغلانه ايه يا ابني؟ ده كله بيروح يشتغل في بتاع محلات ميك اب ومكياجات وكلام من ده. ما تخليش نفتحه بقى ونكلم. ما طبعا يا عم، ده انا بنت هتطلع مهندس عالمه، عالمه بال ده هتطلع عالمه ذرات. افهم اللي انا بقول لك عليه، افهم والله ده هتطلع عالمه. طيب اسمع اللي انا بقول لك عليه. معاك فلوس علم، ايه معاك شيء حطها في البيت والايام تعلم. لا بس غالبا هنبقى مقصر. ايوه يا ابني كلنا مقصر مقصرين والله. بس عشان القرش معانا شويه. هذا النظريه، ودي نظريتي، ممكن نبقى خاطئ فيه وممكن نبقى لا صح. خاطئ فيها برضه. خلاص لا، أنت خاطئ. انت يا ابني ليك هي لا رأيك. الحق علينا ان احنا نعلموه، اه وانت بقى مش عايز تعلم عيالك ترجع لك. يا ابني انا معايا فلوس، انت- انا عندي خزن. انت طب لو ما بتروح اتعلمتش تتعلم ليه؟ شهايد هتتعلق وخلاص ملاش لازمه. يا عم والفلوس يا ابني ورق والشهايد ورق. الفلوس ورق والشهايد ورق، بس ورق يا الفلوس عم جاري. الحاج، يا اما عم ورق الشهايد بيتعلق على الجدران. هلا ورق الشهايد بيتعلق ايه؟ بيتعلق زي على ما الجدران. يتعلق. يا عم انا ليا فهم يا نظريه ومفهوميه. وانت ليك فهمك ونظريتك، بدماغي. وسيبني انا في حالي وما تناديش عليا تاني، علشان انت دماغك دي والله لوحدي. غبي. سلام. غبي وقت انك طول عمرك أنا غبي. فقري. مش عارف عشان كده والله. ربنا هدانا واداني. عشان كده ربنا ايه؟ هدانا هدانا وادانا.